فساد الأراضي ملف من أخطر الملفات في مصر. فساد الأراضي هو الملف الأعظم الذي تسبب في كوارث كثيرة جدا، أبسطها هذه الأسعار الخيالية للشقق والأراضي في العاصمة وحتى في الأطراف والمحافظات النائية. ليه فساد الأراضي مسألة مهمة جدا؟ لأن احنا لو رجعنا 40-50 سنة لورا هنلاقي إنه كانت شقة خالية للإيجار، كانت لافتة موجودة في معظم الأماكن، كانت الناس بتدور على مين اللي يسكن عندها في الشقق مش العكس. أيام ما كان حسب الله الكفراوي وزيرا للإسكان كان عامل تجربة جميلة جدا في مسألة الإسكان، وكانت الأراضي متوافرة. بعد حسب الله الكفراوي حدث ما حدث. مصر أصبحت نهبا لمافيا رئيسية تتاجر في الأراضي وتستولي عليها، سواء بالنظام المعمول به حكوميا اللي هو التخصيص على غير وجه حق أو حتى بوضع اليد. النتيجة كانت كارثية جدا. نحن نتحدث عن استيلاء على أراضي، نحن نتحدث عن عمليات بيع مخالفة للقانون، نحن نتحدث عن كوارث كبيرة جدا. علشان نعرف خطورتها هنتمشى كده لو بنروح اسكندرية من حدود القاهرة وحتى مدخل الاسكندرية. كل هذه الأراضي بيعت بأبخس الأثمان علشان تتعمل أراضي زراعية. اللي حصل بعد كده إن معظمها حول إلى منتجعات سياحية. الدولة وقفت صامتة، وكانت الكارثة الأكبر إنه مصر إسماعيلية الصحراوي جرى فيه ما جرى، إنه السواحل المطلة على البحار حدث فيها ما حدث. نحن نتحدث عن 120 كيلو متر من الأراضي المطلة على البحر الأحمر في محافظة السويس مثلا على سبيل المثال، كلها احتلها رجال الأعمال بشكل أو بآخر. الأراضي في سيناء حدث فيها نفس الأمر. أصبح لدينا مشكلة صعبة جدا. مثلا أي محافظ للسويس لا يستطيع الآن أن يجد 10 أمتار ليصنع منهم شاطئا شعبيا للمواطنين. القضايا الفساد كبيرة جدا في مسألة الأراضي، ويمكن هناك شركات حتى غير مصرية، هناك رجال أعمال متورطون في قضايا أراضي كثيرة جدا. يمكن أبرزها أراضي موجودة في محافظة الجيزة على أرض الآثار، ويمكن حتى مارينا، جزء من مارينا كان هناك حديث عن أنها أرض آثار. المشكلة كبيرة جدا، إنما كيف تتصدى الدولة لهذه المشكلة؟ في أدراج الجهاز المركزي للمحاسبات عشرات القضايا عن هذه المافيا، عن هذه الأراضي التي أهدرت مقابل ملاليم صغيرة جدا، وكانت سببا في ضيق الحيز العمراني حتى في محافظة القاهرة، مما أدى لارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني، خاصة في السنوات الأخيرة لعهد مبارك. نحن نتحدث عن شقق في الصحراء وصلت لأكثر من 1,000,000 جنيه. المواطن البسيط يقدر يتعامل مع ده ازاي؟ ما بيتعاملش في الحقيقة. هل الحكومة بتتعامل مع هذه الملفات وقضايا الفساد؟ لا تتعامل. هناك وزارة الزراعة فتحت الملف الأصعب في مصر اسكندرية الصحراوي وبدأت فيه مع بعض الشركات، إنما الأمور تتوقف دائما بفعل فاعل غير معلوم. الأراضي مثلا على شواطئ السويس محدش يعرف كيف خصصت. الأراضي في سيناء، هذه المساحات المترامية الأطراف تحت حجج كثيرة منها السياحة ومنها غيره، إنما لا أحد يعرف كيف تخصص الأراضي. البحر الأحمر كان فيه فضيحة كبيرة جدا لم يتوقف عندها أحد، ومتورط فيها نجوم كثيرة في الحقيقة. أنا في تقديري أن الملف الرئيسي أمام الرئيس القادم سيكون هذا الملف. على الرئيس القادم أن يراجع هذه الملفات، أن يراجع الأراضي، أن تعود هذه الأراضي للدولة، أن يكون هناك مصادرة لهذه الأراضي إن كان هناك مخالفات كبيرة فيها، تبنى عليها مساكن لمحدود الدخل وللبسطاء في هذا الوطن، وألا نخشى شيئا في مواجهة الفساد.